وركلة البداية للمنتخب الكوري على يسار الشاشة. نلعب المباراة رقم 21، ننتظر الهدف رقم 67. 20 مباراة 66 هدف سجل، وهذا هو الحكم القطري الدولي السيد عبد الرحمن إبراهيم الجاسم يعلن بداية أحداث شوط المباراة الأول. الكرة عادت إلى الخلف إلى سونغ جو هون. سونغ جو هون 3 لاعبين فقط من تشكيلة المنتخب الكوري اللي كان يخوض المباريات السابقة يشاركون اليوم. رقم 1 الحارس في الدقيقة 78، أيضا في مباراة اليمن في مباراتين يدخل بالدقيقة 78 اللاعب اللي راح ينفذ الركنية. السيد عبد الرحمن إبراهيم الجاسم ينبه الحارس كرار إبراهيم، وركنية لصالح المنتخب الكوري. لي يونغ جاي قصيرة خطيرة تلعب ويخلصها. ممتازة ممتازة كرار إبراهيم، كرة خطيرة كانت، لاعب خالي من الرقابة اللاعب لي تشانغ مين. شوف الكرة ولي تشانغ مين، لكن براعة كرة مقطوعة إلى أمجد. أمجد يلعبها محاولة، وباسم يلعبها أيضا. باسم أخيرا دخل بدلا من الرباط، محمد جبر الرباط اللي أبعد بسبب الإصابة. لقاء المنتخب العراقي الواحد من الثلاثة، يا استراليا يا الأردن يا الإمارات. كرة عرضية ملعوبة وجول. جول يسجل اللاعب كيم هيون. كيم هيون يسجل أول أهداف المباراة. كيم هيون يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 22. خطأ من الحارس. شوف 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 الكرة تلعب وعرضية ورأسية والحارس ما تمكن منها. وكرار إبراهيم شوف 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 كرة يلعبها وكرار، هذه سهلة تنمسك. على كل حال هدف واحد لمنتخب كوريا الجنوبية لا شيء منتخب العراق الأولمبي. هدف أول لمنتخب كوريا. كرة عالية ملعوبة طالت على أيمن من الجهة البعيدة. أيمن قريب من علم الزاوية من الجهة البعيدة، يسيطر على الكرة، ضاغط عليه المدافع، يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة رأسية اللعب وإلى حارس المرمى من أمجد. كرة إلى علي قاسم قصيرة مقطوعة، ومرة أخرى تذهب الكرة. أمجد وليد، أمجد يحاول داخل قوس الجزاء، يسدد وإلى حارس المرمى كيم دونغ تشون. ما زلت أقول إن شوط المباراة الأول ما بي وسط إطلاقا، ما بي وسط. شوف اللاعب يصول ويجول في منطقة الوسط، وبالتالي خطأ لمنتخب العراق الأولمبي قريب من منطقة إلى الظهير كو هيو جون. تعود مرة أخرى إلى سونغ جو هون. سونغ جو هون بالمنتصف يلعبها إلى كيم سيونغ جون. تعود مرة أخرى إلى سونغ جو هون، وبالمنتصف إلى لي يونغ جاي. تعود مرة أخرى إلى هوانغ كيووك، وصافرة الحكم الدولي القطري عبد الرحمن. تابعي قنوات بين سبورتس، نعاود مجددا واحداث شوط المباراة الثاني. تنطلق صافرة حكم اللقاء السيد عبد الرحمن إبراهيم الجاسم اللي يدير لقاء العراق، وباسم ما يسيطر عليها. تعود الكرة إلى لي يونغ جاي، طويلة الكرة سهلة لحارس المرمى كرار إبراهيم. كرار واحد من الحراس اللي ينتظرهم مستقبل باهر. كرار إبراهيم حارس مرمى الميناء، وعناصر شابة نشاهدها في هذا اللقاء. كرة من سيف اللعب مازن فياض، مازن يلعبها إلى علام هاوي. تعود إلى سيف سلمان، سيف يلعبها بالمنتصف إلى علي قاسم، تسديدة برا الملعب. علي قاسم إلى أيمن يلعبها، وكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، عالية من المدافع، وكرة خطيرة وحارس المرمى يبعتها بقبضة ايده وتلعب مرة أخرى. مازن فياض داخل منطقة الجزاء، وكرة مقطوعة من المدافع. تعود مرة أخرى هجمة عكسية للمنتخب الكوري الجنوبي، محاولة عند اللاعب يو إنسو، وركلة حرة لمنتخب العراق الأولمبي. سعد يلعب كرة طويلة إلى أمجد وليد. أمجد من الجهة البعيدة يحاول يمر الآن، ماشي أمجد أمجد عرضية ويخلصها المدافع سونغ جو هون إلى ركنية لصالح المنتخب العراقي.
شوف المحاولة مرة أخرى وأمجد يتوغل، ضاغط عليه المدافع بارك تونغ تشين، وبالتالي الكرة تنقطع من المدافع سونغ جو هون إلى ركنية لصالح المنتخب الوطني الأولمبي العراقي من الجهة البعيدة. علام هاوي على التنفيذ. 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، دقيقة 56 من عمر اللقاء. كرة تذهب إلى أمجد وليد. علام هاوي، علاء يتخلص من لاعب، يسدد برا الملعب إلى ركلة مرمى. محاولة حلوة للاعب علام هاوي، تسديدة حلوة، لكن شوف خلص من لاعب وحاول وسدد. محاولة كانت حلوة من اللاعب علاء، ولكن تعلو العارضة إلى ركلة مرمى للمنتخب الكوري الجنوبي. كرة رأسية مقطوعة من سونغ جو هون. كرة ملعوبة من أحمد محمد، يبعثها سونغ جو هون إلى رمية إلى ركنية. الآن باقي تغيير واحد لمنتخب كوريا. المنتخب العراقي لم يجري أي تغيير. كرة تلعب من علاء مازن. علاء يلعبها عالية ومحاولة. أيمن يلعبها وإلى حارس المرمى كيم دونغ. أيمن لعبها إلى حارس المرمى. عالية ملعوبة رأسية عالية حلوة ملعوبة من كيم هيون من فوق العارضة، يعني يزج به مدرب أساسي. كرة ملعوبة من أحمد محمد تعود إلى مازن فياض. مازن وين يا مازن؟ عالية برا الملعب إلى ركلة مرمى. العراقية، الجالية الكورية، كل الجاليات اللي موجودة في العاصمة القطرية الدوحة تؤازر منتخبات بلادها. يعني الآن منتخبين عربيين ودع 3 منتخبات. خاطرك. كرة تعود مرة أخرى لأمجد وليد. أمجد يهيئها إلى بشار وأحمد تلعب. أمجد إلى خارج الملعب. أمجد وليد إلى خارج الملعب. أمجد وليد يلعبها إلى خارج الملعب. أحمد محمد اللي لعب بطاقة صفراء. ليون جاي. عرقلة واضحة لمازن فياض. ركلة حرة من مكان خطير لمنتخب العراق الأولمبي. بشار رسن على التنفيذ. بشار رسن على التنفيذ. بشار رسن. حكم يعيد اللاعبين على بعد 10 ياردات. جدار صد من لاعبي المنتخب الكوري قريبة من منطقة الجزاء من الجهة القريبة. بشار رسن. ركلة حرة لمنتخب العراق الأولمبي. ركلة حرة الآن. تلعب الكرة قصيرة. أمجد يلعبها وتسلل ضد الفريق العراقي، ضد المنتخب الأولمبي العراقي. ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب كوريا الجنوب. أمجد لعبها من بعد حوالي 30 متر، لكن مازن فياض كان في وضع كسل. مازن مرة أخرى يسيطر على الكرة، يتوغل مازن يلعبها محاولة لمهند. تعود الكرة إلى مصطفى ناظم يلعبها محاولة لمهند. تعود الكرة إلى مصطفى ناظم يلعب الكرة للجانب إلى أمجد وليد يحاول يمر الآن. أمجد يلعب عرضية عالية، محاولة وكرة راسية تنقطع برا الملعب إلى ركلة مرمى راسية من مازن فياض إلى ركلة مرمى للمنتخب الكوري. بدأ ينشط المنتخب الأولمبي العراقي ببدلاء اللي يقدمون مباراة جيدة اليوم في شوط المباراة الثاني. كرة وسط الملعب من كامب سانغو. بشار
محمد معا يلعبها إلى أحمد محمد. أحمد محمد يتوغل بالكرة. أمجد وليد. أمجد يلعبها بالمنتصف إلى بشار. بشار إلى مصطفى ناظم. محاولة الآن، كرة خطيرة إلى أمجد وليد. الله، هذه داخل منطقة الاستحواذ الأفضل للمنتخب العراقي. تلعب الكرة إلى علاء. مهند حركة لعب جميلة، يتوغل مهند يسدد. لا كان بالإمكان. كرة مرة أخرى علاء مرة أخرى. تذهب الكرة بشار رسل يسدد وعالية برا الملعب إلى ركلة مرمى. دخل الكرة آخر نصف دقيقة وممكن نشوف 3 دقائق وقت محتسب على المنتخب العراقي. محاولة الآن، الكرة إلى مازن فياض. مازن يلعبها إلى مهند يحاول. مهند يتوغل داخل منطقة الجزاء، يلعبها جول. الله يا عراق، الله يا عراق. أمجد وليد ختامها مسك. التعادل أفضل من الهزيمة. هدف التعادل بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضايع. أمجد وليد يسجل الهدف الأول وهدف التعادل. شوف مهند، شوف الكرة حلوة وعلى الطائر يلعبها داخل منطقة الست ياردات ويسجل أمجد وليد هدف التعادل بالدقيقة 92 من عمر المباراة. الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضايع. تتعادل، ممكن كان هو المبتغى بالبدلاء، وبالتالي التعادل الآن. كوريا أول، العراق ثاني، والجمهور العراقي فرح بهذا الهدف. إذا دخلنا الدقيقة الأخيرة، اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، والتعادل يعني هو مقنع للفريقين، مقنع للمدربين. يعني كلاهما كان لا يؤمن النفس بأن يخرج مهزوم في أي مباراة. وكرة في اللعب خطرة هذه وممتازة، سعد أبعدها. بشار تنقطع، محاولة عنده هوانكي دوغ، وكرة تذهب. وصافرة حكم اللقاء السيد عبد الرحمن إبراهيم الجاسم تعلن نهاية